النهارده انا كنت رايق شويه فقلت انزل اشرب كوبايه قهوه في كافيه جنب البيت. لقيت محل ايس كريم فتح جديد بس شكله تحفه، قلت اما اخش اجربه كده واشوف عنده وصفات ايه. الصراحه لقيت عنده فراوله وشوكولاته وفانيليا وكل الانواع. فانتوا يا ريت تكتبوا لي في التعليقات ايه نوع الايس كريم المفضل عندكم. كمان انا بسمع ان في خلطات بتنفع مع بعضها، يعني في ناس بتقول ان الفراوله ما بتنفعش مع الشوكولاته في الايس كريم. فانتوا برضو قولوا لي رايكم، هل الشوكولاته مع الفانيليا ولا الايس كريم برضو الفراولة مع الفانيليا ولا المانجا مع الشوكولاتة؟ انا بحس ان في حاجات معينة بتنفع تبقى مميزة. قولولي ايه اكتر كومبو لنوعين ايس كريم تحبوه مع بعض ونشوف تعليقاتكم، ممكن نستفيد كلنا من بعض. المهم رحت قعدت اكل الايس كريم بتاعي في هدوء، المحل كان رايق الصراحة، فانا طلبت ايس كريم فراولة كان طعمه خطير. تحس ان في حتت فراولة حقيقية في الايس كريم. فانا كنت مبسوط جدا وانا باكل ايس كريم. المحل اسمه كريمي كاسل، وهو فعلا الايس كريم تحسه كريمي كده ولذيذ. خلصت الايس كريم بس لسه مخي في الكافيه اللي انا عايز اخش اقعد فيه. ايه ده؟ لا ده انا دخلت المحل اللي قبله، ده انا دخلت الكوافير. انا مش ماليش في الكوافيرات، انا هروح لايه؟ للكافيتيريا او الكافيه اللي انا رايح اشرب فيه القهوة بتاعتي. انا عموما بحب القهوة بتاعتي تبقى موكا بمعلقة واحدة سكر بني. فأي حد برضو عنده وصفة معينة للقهوة بيحبها، يحب يقعد لما يبقى عنده مزاج كده يقعد يشرب قهوة معينة، يا ريت يقول لي. يمكن نستفيد برضو ايه، نجرب حاجة جديدة. يعني في ناس بتحط نقطة فانيليا على القهوة بتاعتها بتعمل طعم متميز. برضو قولوا لي رأيكم في الموضوع ده. دخلت الكافيه لقيت عنده كيكات تحفة، وعنده كاب كيكس جميلة جدا عليها شوكليت شيبس كده، بقيت مش قادر. قلت ايه، لا انا مش هقعد اكل واشبع نفسي، انا هاخد القهوه بتاعتي واقعد اشربها على جنب. الموظف اللي كان قاعد الصراحه كان خدوم جدا وكان دمه خفيف وكان بيرغي رغي لذيذ جدا. وكانوا حاطين على الحيطه وصفات القهوه وازاي انواع القهوه وتختار ازاي احسن نوع بن انت هتشرب منه قهوتك. قمت قاعد في الكافيه وبرضو الدنيا كانت رايقه، واضح ان انا نزلت الصبح بدري فمحدش كان لسه صاحي. قعدت اغير قعدتي. برضو في ناس كل واحد عنده طريقة قعدة معينة، في ناس بتقعد حاطة رجل على رجل، في ناس بتحب تحط ايديها على الكرسي، في ناس بتختار كرسي يبقى ما عندوش ايدين، في ناس بتختار كرسي بايدين اتنين. انا عن نفسي احب الكرسي بتاعي يبقى عنده ايدين، واحط ايه، لا طبعا ما اقعدش على الكرسي من فوق ولا احب اربع رجلي. بس فاشوف ناس قاعده في الكافيهات مربعه رجليها وبتبقى قاعده مرتاحه وبتبقى قاعده بترغي وحاسه ريلاكس كده، وهي حاجه لذيذه ان الواحد وهو قاعد في الكافيه يحس ان هو قاعد في مكان مريحه زي بيته يعني. بس قعدت اغير القعده بتاعتي واجرب قعدات جديده، بس رجعت لقعدتي المفضله اللي هي رجل على رجل وساند ايديا الاتنين على ايدين الكرسي. انا احب اوي الكراسي اللي ليها ايدين الصراحه. يلا خلصنا كده ايه المروحه للكافيه. ويا ريت تتابعونا وتشوفوا فيديوهاتنا التانية، بيتي عامل ازاي شكله والمطاعم اللي انا بروحها. ويا ريت تتابعوا الصفحه وتدوسوا اعجاب، ونشوفكم في فيديوهات تانية.